صباح الفل على حبايبنا مشتركينا متابعينا عشاق الحمام الزاجل، عشاق غيتنا الجميلة، متابعين القناة المحترمين. تحياتنا لحبايبنا ومشتركينا، بنصبح وبنمس عليكم. طبعا انا طلعت دلوقتي في قلب الغية بتاعتنا زي ما الناس طلبت مني ان انا اصور في قلب الغية الكبيرة بتاعتنا، المكان المفضل لنا اللي هو القعدة مع الحمام وغيتنا والحمام الزاجل وكل ما يخص تربية الحمام وحاجات كتير بنتكلم فيها في فيديوهات ومعلومات مهمة اخواتنا وحبايبنا. بس الحاجة الوحيدة بقى طبعا اللي بتتعب بعض الغواة والمشكلة اللي بتقابل الغواة المحترمين، ان انت لما تكون عارف ان العلف غالي والكلفة غالية وتيجي تبص تلاقي واحد عاوز جوز حمام منك ب50 60 جنيه، يعني ده يرضي مين؟ انا سايب الحكم لكم، حكم لله اولا، حكم لله اولا ثم لكم. تمام. فطبعا جات لي رساله من واحد عزيز عليا بيقول لي انا ببيع حمام يا عم محمد، والجوز الحمام انا عارض الجوز الحمام ب 150 جنيه، وواحد جاي بيقول لي انا هاخد الجوز الحمام ب 50 جنيه وب 45 جنيه. يعني هو الراجل ده سارق الحمام مثلا؟ يعني مانيش عارف والله بصراحه. قلت له جاب لك السعر المناسب بيعه، ده رأيي. جاب لك السعر المناسب بيعه، انما ما تبيعش اقل من السعر اللي انت عاوزه. فانا حبيت ان انا اشارككم يعني الموضوع دوت، لان طبعا انا حبيت ان انا اوصله لاخواتنا وحبايبنا ومتابعين القناه بتاعتنا. يا جماعه احنا القناه بتاعتنا بنقول فيها كل اللي بيحصل مع الغواه وكل اللي بيحصل معانا بفضل الله، يعني كل اللي بيحصل مع الغواه وبيحصل معانا بفضل الله بنطلع نتكلم عنه وما بنخبيش حاجه عليكم. فهدفي الاول ايه يا عم محمد من الموضوع، عشان بس ما تطولش علينا واحنا ذنبين ايه نعرف الكلام ده كله؟ لا، هدفي ان احنا يا جماعه نراعي ربنا في الحاجه اللي احنا بنبيعها، واللي بيشتري برضه غاوي حمام او متابع لقناتنا او لاي قناه طيور، لما تيجي تشتري اشتري بما يرضي الله، ما تبخسش حاجه حد ايا كان، ما تبخسش حاجه حد. عاوز تشتري اشتري، مش عاوز تشتري الله يسهل لك مفيش مشكله، قول البيعه مش هتنفع معايا او الثمن غالي او اي حاجه باسلوب حلو واخلع من البيعه عادي، مفيش مشكله، ما حدش بيضرب حد على ايده. يا ريت رسالته تكون وصلت لاخواتنا وحبايبنا ومتابعينا. طبعا الاخ دوت عزيز علينا طبعا من بني سويف، وطلبت ان انا اتكلم في الموضوع دوت وحبيت ان انا اتكلم فيه ودردشنا مع بعض وحبيت ان انا اشارككم الوضع دوت. فطبعا ما ينفعش يا جماعه الكلام دوت، نمشي بما يرضي الله، ويا ريت يكون رسالته وصلت من الفيديو دوت ان احنا نشتري ونبيع بما يرضي الله، ما نبخسش حاجه حد. ويا رب تكون الرساله وصلت لعشاق الحمام وربين الحمام وربين الطيور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.